اهلا بيكم، انا اسماعيل وده يو اكس توك. ناس كتير قوي سألتنا في الكومنتس عن ازاي نبدأ او عايزين توتوريالز او عايزين نخش في الجد شوية. فاحنا هنبدأ من الاول خالص في ادوبي اكس دي. ادوبي اكس دي هو سوفت وير او برنامج ادوبي عاملينه عشان بطريقة بسيطة تبدأ تعمل ديزاين لموبايل ابلكيشن او ويب سايت. النهاردة هنعمل درس بسيط عشان نوضح ايه هو الادوبي اكس دي وبيعمل ايه بالظبط وشكله عامل ازاي والحاجات دي كلها. في ناس كتير قوي قالوا لي في الكومنتس على موضوع المصطلحات الانجليزي انها بتسبب مشكلة لبعض الناس، بس يعني انا عايز اقول ان احنا للاسف مضطرين نتكلم بالطريقة دي عشان هو ده اللي موجود في سوق العمل. يعني انت مش هتروح تعمل ديزاين مثلا هيقول لك عايزين نعمل واجهة المستخدم لتصميم كذا، هو هيقول لك عايزين نعمل يو اي ديزاين. فانت لازم تتعود من دلوقتي على الموضوع ده، وانت يعني مع الوقت هتلاقي الموضوع ماشي معاك وبقى سهل. وانا برضو هحاول كل ما اقول حاجة بالانجليزي هوضحها بالعربي اللي هي ايه بالظبط. اول ما بتفتح ادوبي اكس دي بيكون شكله عامل كده. دي طبعا بروجكتس انا كنت شغال فيها، فدي مش هتكون ظاهرة عندك اكيد. هنا بيكون دي السايز بتاعت الايفون، مثلا لو انت عايز تعمل سايز معين 6 او 7 او 8 او بلس او اكس ار او اكس اس. هنا الايباد او التابلتس بتاعت الاندرويد او السيرفس بتاع مايكروسوفت. هنا الويب، في كذا سايز للويب، يعني اللي هي الويب سايتس، يعني المواقع الانترنت. وهنا ان انت كاستم سايز، ان انت هتدخل اي مقاس انت عايزه. لو انت يعني حاجة يعني خاصة ملهاش علاقة بكل المقاسات اللي احنا قلنا عليها دي. لكن يعني الأحسن ان انت هتمشي على الحاجات الستاندرد اللي هي الحاجات اللي موجودة أصلا في البرنامج. فمثلا لو هنا هنشتغل مثلا ويب، اللي هو هنعمل مثلا موقع انترنت، المقاس الديفولت اللي هو الافتراضي بتاع أي موقع اللي هو 1920 في 1080. فمثلا بس بتدوس عليه كده بيفتح. هنعمل ماكسمايز. شوف، بيكون دي هنا ده الشكل اللي هيكون الويب سايت بتاعك هيكون فيه. الصفحة مثلا بتاعت أول صفحة مثلا في الويب سايت، دي اللي على الشمال دي الأدوات بتاعت البرنامج. في هنا دي السيلكت اللي هي بتمسك وتحرك بيها أي حاجة أنت راسمها أو كاتبها. دي الريكتانجل اللي هي المربع أو المستطيل أو أي حاجة رباعية الأضلاع. دي اللي هي اسمها الابس دي اللي هي ممكن تعمل منها دايرة او شكل بيضاوي او الكلام ده. دي لاين لو خط عادي خالص. دي البين تول. مش عارف، ممكن منكم لو حد بيشتغل فوتوشوب قبل كده هيبقى شكله فاهمها شوية. يعني دي بترسم بيها انت شكل حر شوية، بتقعد انت تعمل اشكال او ترسم حاجة معينة او تعمل خطوط معينة. دي التكست تول طبعا كلنا عارفينها. ودي التول دي اسمها ارت بورد دي انت هتحتاجها بعد كده لما تيجي تعمل انت سكرين جديدة او صفحة جديدة في البروجكت اللي انت شغال فيه. وديت الزوم ان. هنفهم كل الكلام ده بعد كده. بعد كده انت مثلا على الشمال هنا في الجزء ده بيكون فيه properties او خصائص لكل حاجة انت عامل عليها select. هنا لو احنا مثلا عاملين select على الارت بورد دي، فهنا بيكون عندك البروبرتيز بتاعت الارت بورد او الصفحة دي، اللي هو الويدث والهايت، زي الطول والعرض. مثلا انت عايزها بالطول ولا عايزها بالعرض. عايز مثلا هنا اللون معمول دلوقتي ابيض، ممكن نخليه احمر، ممكن تخليه اي لون تاني. انا بدوس كنترول زد عشان اعمل اندو. وهنا في حاجه اسمها جريد دي حاجه كده في نظام كده في الويب سايتس اسمه 12 جريدز. ده بيكون مثلا انت عندك 12 خط كده جنب بعض في كل ويب سايت، دولت اللي انت هتمشي عليهم وما تطلعش براهم عشان يكون شكل الويب سايت في الاخر مناسب لاي سكرين بتشتغل عليه. الجزء اللي تحت على الشمال ده في حاجتين، في حاجه اسمها اسيتس دي بيكون فيها اي حاجه انت عامل لها سيف، بحيث ان هي لو اتكررت فانت مش محتاج تعدل في كل جزء لوحده. يعني مثلا انت عملت كل البوتنز مثلا لونها احمر في كل بروجكت، مثلا انت عملت 20 بيج او 20 صفحه فيهم كل البوتنز لونها احمر مثلا، وبعدين جه الكلاينت بعد كده او العميل قال لك لا انا عايزهم ازرق، معلش مش هينفع موضوع الاحمر ده. فانت بس بكليك واحده انت هتغير اللون من احمر لازرق،
وخلاص، مش هتعدي على كل ال 200,000 بوتن او زرار في البروجكت كله، لا هي مره واحده بتعدله، فبتعدل في كله. او مثلا الفونتس، مثلا لو انت محتاج تغير الفونت عشان الكلاينت برضو عايز يغير الفونت، فانت مش محتاج تعدي على واحد واحد، بتغيره مره واحده وخلاص. وهنا تحت في layers دي طبعا لو انت اشتغلت في فوتوشوب فانت عارفها، اللي هو اي حاجه، اي اوبجكت او اي صوره، اي حاجه بتتحط في layers، والlayers دي انت ممكن تعملها جروبس عشان تنظم الشغل بتاعك ويبقى كل حاجه واضحه قدامك بعد كده. فمثلا لو انا جبت الالابس دي اللي هي الدايره وبرسم، لو انا مش دايس اي حاجه، بس بكليك من الماوس وبدراج، لو بشد كده فبيكون شكلها مش منتظم. لو انا دايس شفت بيكون شكلها منتظم. وبعدين هنا بيفتح لي على اليمين مثلا فيل وبوردر. فالفيل كولر دي اللي هو اللون اللي جوه الدايره، فمثلا ممكن هنخليه اللون الغريب ده. والبوردر مثلا عايزينه اسود مثلا. هنا السايز ده المقاس بتاع البوردر، فمثلا هنقول له 10 وادوس انتر، فكده بيتغير. مثلا لو مربع تاني حلو انا رسمته دلوقتي، برضو نفس الفكره. الريكتانجل لو انا دايس شيفت بيكون منتظم متساوي الاضلاع. وبرضو نفس الفكره، برضو هتغير البوردر اللي هو الفريم كولر اللي هو من بره ده، مثلا هنعمله احمر، واللون اللي جوه نعمله اي لون تاني. برضو بتحكم في المقاس بتاع البوردر من هنا. دي مثلا هنقول مثلا هو اسود والبوردر احمر، فهو مش باين دلوقتي عشان صغير شويه. مثلا هنقول 50 مقاس البوردر. فمثلا احنا دلوقتي لو احنا عاملين سيلكت او احنا مشاورين على المربع ده، وبعدين في opacity دي اللي هي درجه وضوح الشكل اللي احنا عاملين عليه سيلكت او اللي احنا مشاورين عليه. فمثلا المربع ده لو هو دلوقتي 100% فهو واضح 100%، لكن لو احنا بنقلل بيكون اقل طبعا. فدي ممكن تنفعك في اي ديزاين بعد كده. هنشوف بعد كده في التوتوريالز الجايه هنشرح حاجات اكتر. هنعمل مثلا بروجكت كامل، مثلا ويب سايت كامل، او هوم بيج مثلا، من اولها لاخرها، ونشوف هنمشي بالخطوات. هنا الجزء بتاع اللايرز اللي كنا بنقول عليه من شويه، اللي هي الطبقات. الدايره دي مثلا لما بتشاور عليها هنا بيكون ظاهر على الشمال في اللايرز منيو دي اسم الاوبجكت ده ايه. فدي مثلا اسمها ellipse 1، انت ممكن تغير اسمها تعمل اللي انت عايزه. برضو في المربع ده برضو لما بتعمل عليه سيلكت بيظهر على الشمال في اللايرز منيو اسمه، ممكن تغيره. لو انت عايز تحطهم في جروب مع بعض بتعمل سيلكت على الاثنين. انا دايس شيفت، يعني بدوس ده الاول وبعدين شيفت وادوس على التاني، بعمل سيلكت على التاني وبعدين كنترول جي، فبيعمل للاثنين مع بعض جروب. وبيتحول برضو في اللايرز منيو دي اسمه بيكون جروب 1، برضو ممكن تتغير اسمه تسميه اي حاجه ودوس انتر. طيب حاجه اخيره، انك انت ازاي تعمل سيف لبروجكت او ديزاين انت شغال عليه. لو انت عامل سيلكت على البروجكت ده او على الارت بورد دي وعايز سيف دي لوحدها، لو انت عندك كذا ارت بورد جنب بعض، بتجيب من البرجر ايكون اللي فوق دي اللي على الشمال، وبعدين اكسبورت، وبعدين سيلكتد او اول ارت بوردز. لو عملت سيلكتد هيسيف بس اللي انت عامل عليه سيلكت. لكن لو انت اللي بيشاور بصباعي، لو انت عامل سيلكت على حاجه واحده بس او ارت بورد واحده فبيسيف هنا، لا تعمل من سيلكتد دي. لكن لو هي اول ارت بوردز هيسيفهم كلهم مع بعض، وبعدين هتختار الفولدر اللي انت عايز تسيف فيه وتعمل اكسبورت اول ارت بوردز وخلاص ومبروك. في الحلقات الجايه هيبقى موضوع اوضح شويه لما نعمل توتوريال من اوله لاخره. التاسك بتاعك الاسبوع ده ان انت تعمل داونلود من اللينك اللي انا حاطه لك في الديسكربشن بوكس. والمره الجايه هنحاول نعمل حاجه اوضح من كده شويه، اللي هي هيكون فيها حاجه من اولها لاخرها، مثلا ويب سايت او موبايل ابلكيشن. بس انت حاول دلوقتي تتدرب على الحاجات اللي احنا اتفقنا عليها دي، الحاجات اللي احنا شفناها مع بعض. واستنونا الحلقه الجايه من يو اكس توك بالعربي.